السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنجهز مع بعض احب اكلة للشعب المصري وهي الحمام. قبل اي حاجة هنصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عندنا هنا الحمام مغسول كويس، هنحط عليه ملح وليمون مباشر على الحمام. هندعك الحمام من جوه ومن بره كويس اوي بالملح والليمون. الخطوة دي يا جماعة مهمة جدا في كل الطيور مش الحمام بس، بتضيع اي زفارة في اي حاجة في الحمام من جوه. الملح بيساعد انك تشيليها احسن من انك تغسليه كده بايديك. هنغسل الحمام، هنروح للمحلول بتاعنا. المحلول بتاعنا عبارة عن مية فيها نص ليمونة، عود قرفة، ورق لورا، حبهان، معلقة كبيرة ملح. هننقع الحمام في المحلول ربع ساعة على ما نحضر الحشو بتاعنا. شايفين الحمام نضيف ازاي؟ ما شاء الله عليه. هنجيب صينية نحطها على النار، هننزل بالقوانص الاول تاخد صدمة، بعدين ننزل بالكبد تاخد لون معانا. محضرين بصلة كبيرة متقطعة ناعم، هنشوحها لحد ما تصفر. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معلقة كبيرة سمنة بلدي تفرق طبعا في الطعم. نزلنا بالرز 3 كوبايات من الرز. طبعا ال5 فرد حمام مش هياخدوا كمية الرز دي كلها. هنا معانا نزلنا بعود قرفة، ورق لورا، حبهان. احنا هنحشي الحمام واللي هيبقى هنسويه ونقدمه مع الرز مع الحمام. الرز هنشوحه لحد ما الحباية تبيض عشان ما يتعجنش معانا. وده مش في رز للحشو بس، ده حتى الرز المتحمر بشعرية لازم برضو نشوحه كويس لحد ما الرزاية تبيض. معنا نص معلقة صغيرة من السبع بهارات، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، نص معلقة من الكمون، ومعلقة كبيرة ملح. كوباية ونص من المية، يدوب الرز هيتشربها 3 دقايق وهيكون اتشربها. بنغطي النار ونغطي 3 دقايق هيكون اتشربها، وكده حشو الحمام معانا جاهز. هنركنه يبرد شوية. بحاول اوريكم اللون بس الاضاءة مش مساعدة. معانا معلقتين من البقدونس، ودي اختياري، هو بيدي ريحة حلوة قوي مع الحمام. طبعا في خطوة قبل ما بنحشي الحمام، بصلاية صغيرة، حبة فلفل اسود، حبة ملح، وبندعك الحمامية من جوه ومن تحت الجلد كويس. الحمام ده احنا مجوفينه من تحت الجلد. بنحشي الحمامية من جوه ومن بره ونكتفها زي كده، والجناحات نرجعها لورا، وبنمشي ايدينا او صباعنا كده على الحمام، نمسح كده بحيث الحشو يكون مظبوط، يكون شكل الحمامية حلو وما يفرقعش معانا في النار.
دي مش واضحة قوي في الفيديو. طبعا محضرين مية عشان سليق الحمام. الموضوع سهل جدا ومبياخدش وقت. بجد يا جماعة الطريقة دي طعم وريحة ما اقولكوش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المية على النار، هننزل بصلاية سليمة، عود قرفة، ورق لورا، حبهان، معلقة كبيرة ملح. الحمام بنمسكها من عند الزور وننزلها، هي بتقفل على كده من غير ما نقفلها بأي حاجة، ولا من عند الزور ولا من تحت. دي فيها فتحة هشوف لها تصريف، نقفلها بخلة أو أي حاجة. استوى ساعة إلا ربع، ساعة إلا ربع، مش أكتر ولا أقل. مدة سلق الحمام يا جماعة ساعة إلا ربع. والرز كان مفلفل جدا وجميل، والسوا كان مظبوط في منتهى الجميل. رحنا بقى على القلاية شوية زيت يسخن كويس، وبعدين ننزل ب3 معالق كبار من الزبدة، حمام يعني سمنة بلدي. طبعا مش هنحط السمنة في الأول، البنات سنة أولى مطبخ علشان ما تتحرقش. بصوا هتسيح ويبقى لونها أبيض زي ما هو، لو حطيناها في الأول هتنحرق. والرز لما نيجي نحمر الرز وعايزين نحط سمنة بلدي بنحطها واحنا بنشوح الرز، ما بنحطهاش في الاول عشان بتغمق وتغمق الرز. شايفين؟ هننزل بالحمام، لون الحمام كان جميل جدا، الكاميرا بجد ظلماه. الاضاءة كانت عالية قوي، ضربة فيه فمش باين. متنسوش تحطولي لايك وتتابعوا القناة وكومنت حلو، وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد وفي رعاية الله.